السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبسعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله يصلي على النبي. معانا النهاردة ان شاء الله فيديو كده مشتريات من الخضار بتاعنا. يلا بينا بقى على بركة الله نسمي كده ونشوف جايبين ايه كده مع بعض. انا هنا بقى حبايب قلبي كنت فضيت الخضار بتاعي من الاكياس كده وحطيتهم في البلاستيكات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. عايزه اقول لكم ان الاسعار الله المستعان يعني. انا جبت هنا نص كيلو طماطم جامده. انا بحب اجيب منها يعني كميه قليله عشان انا من الناس اللي ما بحبش الخضار يتركن عندي يعني فتره طويله. زي ما قلت لكم انا هنا كنت جبت نص كيلو طماطم طماطم جامده يعني تنفع للسلطه تنفع لاي حاجه يعني. اقول لكم ان سعر الطماطم النهارده عامل 16 جنيه. جبت كمان برضو 2 كيلو من البطاطس. وكان سعر الكيلو عامل 25 جنيه. طبعا البطاطس عادي يعني اما تتركن ما بيحصلهاش اي حاجة. وبصراحة انا مبحبهاش تخلص من عندي يعني. جبت كمان ربع كيلو من الفلفل الاخضر. وكان سعر الكيلو فيه 14 جنيه، يعني الربع كيلو ده عامل 3 جنيه ونص. كمان جبت برضو نص كيلو كده من التين وكان عامل 25 جنيه الكيلو، يعني النص كيلو عامل 12 جنيه ونص. انا برضو زي ما قلت لكم ان انا ما بحبش اجيب الخضار والفاكهة وتركنوا عندي يعني. جبت كمان 2 كيلو كده من الطماطم هفرزهم يعني معاكم، دول هعملهم صلصة يعني. جبت برضو نص كيلو كده من المانجا ونص كيلو برضو من العنب. سعر الطماطم عامل معايا الكيلو عامل 10 جنيه من المستوية دي. وسعر العنب عامل 35 جنيه والمانجا 35 جنيه. جبت نص من ده ونص من ده و2 كيلو من الطماطم. وجبت كمان كيلو من البتنجان كان عامل 10 جنيه. طبعا زي ما قلت لكم الفاكهه برضو ما بحبش ان انا اكتر منها، بحب يعني ان انا اجدد الفاكهه او الخضار على طول يعني عشان ما يتركنوش عندي في التلاجة. عايزه اقول لكم برضو المشتريات اللي انا شارياها دي هتقعد عندي برضو فتره. زي ما قلت لكم انا ما بحبش اجيب كتير وبرضو هتقعد برضو عندي فتره يعني. انا كترت بس من الطماطم عشان بحب ان انا افرزها تبقى جاهزه يعني لو عوزتها في اي وقت. وكمان عايزه اقول لكم برضو حبايب قلبي ان انتوا برضو ما تلاقوا الاسعار مرتفعه كده يعني الله المستعان يعني زي الايام دي كده. حاولي ان انت برضو ما تكتريش من المشتريات بتاعتك. وكمان عايزه اقول لك ممكن تجيبي كميه قليله من المشتريات دي او من الخضار. وتجيبي مثلا انواع كتير زي ما انا عامله كده. يعني مثلا الفاكهه انا جبت منها انصاص. بس جبت 3 انواع بدل ما اجيب مثلا كيلو او كيلو ونص من حاجة واحدة. لا جبت الكيلو ونص مشكل. كمان يعني عايزة اقولك ان الخضار ملوش عمر في التلاجة، يعني ممكن يبوظ منك وخسارة يعني انه يترمى والحاجة غالية يعني. هنا انت ممكن مثلا تجيبي كمية من البطاطس وتركنيها هتقعد معاكي مثلا فترة، ده هيبقى افضل. برضو ممكن برضو تجيبي كمية طماطم من اللي هي المستوية دي هيبقى سعرها رخيص شوية وفي نفس الوقت هتفرزيها يا رب حبايب قلبي اكون فدتكم ولو بمعلومة بسيطة. لو وصلنا لعندي هنا من الفيديو لايك وشير وقولوا رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.